وراعيك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك، قوم يا اللي شاغلني بيك جرب ناري. خلي انت نايم في امان الله تلاقي حد بيصحيك، تفوق تقول له في خير، يقول لك قوم يا اللي شاغلني بيك جرب ناري. هتقول له ايه؟ اطلع بره يا ناقصه نار اجربها. ولكن في جميع الاحوال تعبير رائع. انا شفت خناقتين في الاغنيه دي، ده اللي انا شفتهم بقى، وما خافيا كان اعظم. موسيقيين بيختلفوا مع بعض، دي مثيره للجدل بقى. على كده منطقي لما موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب يلحن للعندليب عبد الحليم حافظ من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد. توقع نتيجه مذهله. اغنيه اهواك من فيلم بنات اليوم من الخمسينات. بداية جميلة أوي. بحس مش عارف بحس بإيه بالظبط، بس هي حلوة. ليه مش عارف بحس بإيه بالظبط؟ عشان الأغنية دي مش عارفين مقامها إيه. هو ده الخلاف بين الموسيقيين. إيه ده إزاي يعني؟ أكيد في طريقة، ما كل الأغاني معروف مقاماتها إيه. وأنا بعرف المقام ده منين أصلا؟ هو إيه المقام ده أصلا؟ مش مهم، سيبك من المصطلحات. أنا عايز بس أمنشن الخلاف. المزيكا متقسمة لمجموعة مقامات، كل مقام هو سلم موسيقي مختلف ليه مود مختلف. فتحديد مقام الأغنية بيساعدك شوية وبيساعد ودنك انك تعرف المود بتاعها رايح فين وجاي منين. طب انا بعرف المقام ده ازاي؟ قال لك بسيطه، من السلم بتاع الجمله الموسيقيه ومن الركوز او نهايه الجمله، اخر حاجه بتتقال في الجمله بنركز على ايه. فالركوز ده بيعرفنا انا في مقام ايه، بما انها بتبقى اخر حته من الجمله ودني سمعتها، فبيبقى اثر المقام. سيبك برضو من كل التفاصيل دي. هنا ليه مش عارفين نحدد المقام؟ قال لك تعالى نحدد. اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وبنفضل بقى مكملين لحد ما نوصل والأدموعي فاكراك ارجع تاني. بص النهايه دي ركوزها مقام الكورد. طب ما الموضوع بسيط اهو. قال لك لا استنى بقى، تعالى لي هنا. انت ايه اللي وقفك؟ مين قال لك ان دي النهايه حضرتك يا فندم؟ الجمله دي ليها تكمله. فين التكمله؟ قال لك هو مش بيقول بعد كده في لقاك الدنيا تجيني معاك ملحومه فيها ورضاها يبقى رضاك؟ ايه ده، الموضوع هيختلف ولا ايه؟ وساعتها يهون في هواك طول حرماني. ايه ده، دي نهايه مختلفه. ده مقامنا هوند. لما انا هنا من شويه قلنا والأدموعي فاكراك ارجع تاني، قلنا ده كورد. انما هنا في هواك طول حرماني مختلفه. ده انا هوند كده ماشي، مشيها انا هوند مش هنختلف. طلع حد تالت قال لك لا ثواني، انت ايه اللي وقفك؟ ايه اكمل ولا ايه؟ الاغنيه قربت تخلص مني. قال لك الاغنيه دي لا كورد ولا نهاوند، امال ايه يا فندم؟ قال لك دي مقام عجم. عجم ليه يا سيدي؟ احنا متخانقين على مقامين، تجيب لنا انت واحد تالت؟ انت جاي تسهل ولا تصعب؟ قال لك بص، هو في بعض الاوقات وفي حالات نادره جدا مش ركوز اللحن اللي بيحدد لي المقام، ركوز المزيكا. فبتلاقي في الاخر خالص لما الاغنيه بتخلص بنركز على العجم. فين ده؟ اهو الأدموعي فاكراك ارجع تاني، وقفت لنا على العجم. وقال لك كمان هي الروح نفسها روح العجم، هي مش ورقه وقلم وخلاص. العجم هو مقام غربي شويه، رسمي شويه، ما فيهوش التكنيك الشرقي بتاعنا اللي بيحسسك بالشجن اللي من النوع بتاعنا الشرقي. فعلا تحس ان الاغنيه لونها غربي شويه، خصوصا الجزء الاولاني، انا قصدي المذهب الاساسي، تحسها غربي. فالعجم أليق. طب انهي في الثلاث مقامات هو الصح؟ انا شايف انك مش هتقدر تحسمها. الحاجه الوحيده اللي تقدر تخرج بيها ان الثلاثه صح. انا اقرب لي من وجهه نظري مثلا العجم. ممكن حد تاني يبقى شايف لا مش المزيكا اللي هتحدد، ما انا ممكن اشيل المزيكا خالص واغير التوزيع. انا عايز اعرف اللحن مقامه ايه. كل واحد بقى ورايه. انا بالنسبه لي بحس ان ستايلها غربي. حتى عبد الوهاب من اكتر الناس اللي كانت بتسمع غربي وتقتبس من الغربي للشرقي، واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في اغنيه يا مسافر وحدك. تلاقي اولها غربي بعد كده بيخش في الشرقي، فتتوقع منه ان هو هنا يبقى عايز يبداها عجم غربي عشان بقى الجزء التاني من الاغنيه يبقى شرقي. مقامه ايه بقى؟ حجاز قار. اسمه كده يعني حجازين في بعض. الحجاز ده مقام روحاني وعميق، اللي هو المقام اللي بيتقال منه الاذان في الغالب، في روحانيات ومود شرقي. فتخيل بقى حجاز قار اللي هنا ده فيه حجازين مع بعض، فالموضوع هيبقى مكثف جدا من ناحيه الشرقي العميق. طول حرماني. بص بقى عبد الوهاب بيقلب قلبه، فجاه تلاقي نفسك رحت لمود تاني خالص. مش حتة القانون دي لقطة كده، وانت الدالي. هو ده الحجاز كار بقى اللي بقول عليه. ولاقيك مشغول وشاغلني بيك. يا سلام، دقيقة جدا وواقعية. مشغول عني وشاغلني بيك، وبمنتهى العبقرية رجعك تاني للمود الغربي في الآخر.
وبحب اسمع اهواك واتمنى لو انساك في الاخر اكتر من الاول عشان الهارموني، بتسمع الكمانجات ورا فالعمق والفخامه بيزيدوا جدا. فبالنسبه للجزء بتاع خلاف، بلاش بقى نسميها خناقه، خناقه دي بس لزوم السسبنس، هنسميه خلاف الموسيقيين على مقام الاغنيه. يعني الدرس المستفاد هنا من وجهه نظري ان هي مش بالمقام. خدوا بالكم في ناس دايما تقول لك ايه مثلا مقام النهاوند ده بتاع الاشتياق، مش عارف مقام ايه ده بتاع ايه، مقام ايه اللي بيحسسك بايه، مش بالمقام. انت ممكن اصلا تبقى مش عارف تحدد المقام لو الجمل معقده شويه. عشان كده انا حتى في فيديوهات ما بتكلمش عن المقام اصلا، وبلاقي حد في كومنتات يقول لي انت ليه ما قلتش المقام، احنا بنحب نعرف المقامات. ببقى انا ساعتها ما جاش في بالي اقوله لاني ما حسيتش ان نوع المقام مؤثر في المود اللي وصلني. عادي ممكن من النهاوند اسمعك كل الحاجات اللي انت عايزها، او من الحجاز او من ايا كان. انما في اوقات المقام نوعه بيسيطر، ساعتها بجيب سيره المقام وبقول اللي انا حسيت بده. عشان في حاجه زي الصبا مثلا لما بيعيشك في الحزن، لا ده بيبقى واضح قوي، هدد ببعادك طب وانا بعيد، بيبقى باين قوي ان هو كده. فمش لازم نحسم كل حاجه. الحياه بشكل عام تعرف تحسم فيها احسم، ما تعرفش ما تحسمش، دي سنه الحياه. مش كل حاجه بنقدر نحسمها، بالعكس دي يمكن عبقريه من اللحن ان هو يبقى له كذا مود، فممتع في سمعه، في نقاشه، مثير للجدل، محير، يوديك حتت كتير. حتى ده لايق ومناسب على الحيره اللي موجوده في الكلمات، ان اهواك واتمنى لو انساك. طب انا عايز انسى، واشتاق لا اشتاق لعذابي معاك انت في ايه بالظبط؟ فالاغنيه حلوه، اغنيه رائعه، تبان بسيطه، لا دي عميقه ومثيره للجدل. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه، قول لي رايك في الكومنتات، لايك شير، وشكرا.